ينضم إلينا من اسطنبول الخبير في شؤون تركيا محمد زاهد جول. سيد محمد، مرحبا بك. هذه التهديدات منذ أيام تطال تركيا من قبل داعش، هل إغلاق المعابر سيحل المشكلة؟ إغلاق المعابر أولا هو إجراء مؤقت للغاية، لن يستمر ولن تحل طبعا المشكلة. البرلمان التركي اليوم سيناقش قضية عملية عسكرية محدودة داخل سوريا، وهي النقطة التي أظن من المتوقع أنها ستخرج بنتيجة إيجابية. يعني بعد أن سيناقش الآن العمل العسكري بشكل محدود في داخل الأراضي السورية، وهذه النقطة أظن أن النتيجة الإيجابية بإمكانها أن تكون رسالة الردع على الأقل، إن لم تكن رسالة تنفيذ وتطبيق على الأرض. إذن محتمل شن ضربة عسكرية، ولكن ما هي ماهية العمل العسكري؟ كيف يمكن تقوم تركيا بذلك؟ وما محاذير ذلك على الصعيد الدبلوماسي والدولي، يعني إذا ما كانت فعلا داخل أراضي سوريا؟ يعني نحن نتحدث عن عمليات عسكرية محدودة للغاية، لا نتحدث عن بقاء واستمرار أو أشبه ما يكون ببقاء القوات، بقدر ما هو ولكن ما الشكل الذي ستتخذه هذه تهديد مباشر لتركيا من هذه الجماعات الموجودة على طول الحدود، تحديدا جماعة معينة معروفة لدى الجميع، وهذا الأمر بات يشكل تهديدا للأمن القومي التركي. هذا الموضوع يطرح الآن في البرلمان التركي، كان من المرجح أنه سيطرح بصيغة عامة، ولكن بات ملحا على البرلمان التركي أن تناقش هذه القضية اليوم في هذه السياقات المتعددة المختلفة، إذ أننا لم نعد نتحدث عن تهديد النظام السوري المباشر، وإنما نتحدث بالإضافة إلى ذلك عن تهديد عصابات موجودة على الأرض. وأظن أن المجتمع الدولي عموما سيبارك مثل هذه الخطوة إن قام بها الأتراك أو شعروا أن فيها خطورة ما. هل تركيا وحدها ستقوم أو ستقترح مثل هذا العمل، أم أنكم ستلجؤون إلى الناتو تأخذون دعما منه؟ يعني منطقة داعش تحديدا تبعد عن الحدود التركية نحو 4-5 كيلو في منطقة غزاز، يعني لأن نحن لا نتحدث عن عشرات الكيلومترات في داخل الأراضي السورية، نحن نتحدث عن عمق بسيط للغاية، ونعرف أن أي اشتباك يحصل يكون أثره سلبيا مباشرا على المواطنين الأتراك في المناطق الحدودية. لهذه الأسباب تركيا بإمكانها أن تتحرك لوحدها في هذه الخطوة، وأظن حتى أن النظام السوري لأن هذه النقطة ستكون مبارك عليه من المجتمع الدولي، وأن النظام السوري لن يتحدث أو لن يعارض مثل هذه الخطوة، كما كانت تحصل مثل هذه العمليات العسكرية على سبيل المثال في السابق في شمال العراق ضد الPKK، ولم يكن أحد من العراقيين أو أحد حتى في شمال العراق يتحدث عن إشكاليات تقع في هذه المناطق، لأننا نتحدث عن عمليات عسكرية في مناطق محدودة لا تستهدف سوريا بشكل عام، ولا تستهدف إلا أوكار معينة ومناطق معينة. سيد محمد، بناء على ذلك وهي تؤثر على السلم الأهلي. سيد محمد، بناء على ذلك هل من المتوقع أن يجري اتصال أو تنسيق مع الحكومة السورية بشأن ضربة مثل ذلك، أن تتعاون الحكومة التركية مع السلطات في سوريا؟ أنا لا أتوقع على الإطلاق أن يكون في الوقت الراهن أي تعاون أو أي اتفاق أو أي حديث في هذا السياق، ولكن حتى هذه اللحظة حتى لا يوجد هناك خطة لمثل هذا الأمر، ولكنني أقول أن البرلمان التركي يستعد اليوم لتفويض الجيش التركي للقيام بالعمليات العسكرية داخل الأراضي السورية.